ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض كيكه من ألذ الكيكات اللي ممكن تعمليها في فصل الشتاء. كيكه البرتقال. كيكه جميله جدا ولذيذه جدا وسهله، ومقاديرها متوفره معانا في البيت، والنتيجه بتاعتها مضمونه وناجحه. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنشوف مع بعض ايه اللي هيخليها تنجح معانا، وازاي تطلع معانا هشه، وسر اللون الذهبي بتاعها من تحت وفوق، وازاي هتكون كيكة فاتحة. كل التفاصيل دي هنشوفها في الفيديو. تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان كل خطوة فيه مرتبطة باللي قبلها، عشان تطلع معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض وصفتنا ونشوف هنعملها ازاي. أنا معايا حبيتين من البرتقال. برتقان بتاعي برتقان بسرة. البرتقان بالسرة ده هو احلى برتقان تعمل في الكيك. لو استعملت البرتقان البلدي هيمرر الكيكة معاكي. احنا هناخد البرتقان بتاعنا ونغسله وننشفه وهنبشره بالشكل ده. هناخد الطبقة اللي فوق دي بس. هتطلع معايا حوالي معلقتين. مش هنيجي جنب الطبقة البيضة دي خالص عشان ما تمررش الكيكة بتاعتنا. هنقشره بقى ونعصره في الخلاط ونصفيه كويس، ونشيل طبعا اي شوائب فيه. عايزين عصير صافي خالص منه، ومش هنضيف ميه برضو. ممكن لو انت حابه تحطي معلقتين ميه بس عشان الخليط يمشي ممكن. خلاص احنا كده صفيناه. هنركنه بقى على جنب ونكمل بقيه المقادير بتاعتنا. علشان الكيك بتاعنا ينجح معانا احنا عايزين كل المكونات تتعاير بكوبايه واحده بس. هي دي الكوبايه اللي هنعاير بيها كل المقادير. انا معايا كوبايتين ونص دقيق. انا خلطهم مره واتنين وتلاته. الدقيق بتاعي متعدد الاغراض. الدقيق ده حلو قوي في الكيكات. انا ضفت كوبايه وهضيف التانية والنص التاني. انا نخلهم مرتين وتلاته قبل كده. هضيف ذره ملح صغيره. وهضيف باكو بودر الشيف. الشيف ده جميل جدا في الكيكات، بيدي نتيجة هايلة. خلاص انا دخلت المقادير الجافة كلها مع بعض كده. هركنها بقى على جنب، وهنروح بقى للخلاط بتاعنا. البيض بتاعي بحرارة الغرفة علشان النتيجة بتاعته تبقى مضمونة ونتنجح الكيك معانا. 3 بيضات. البيض حجمه وسط وعليهم كوباية